واحنا قاعدين بنتكلم كده مع بعض في بره شباب مصريين في امريكا وفي المانيا وفي كل دول العالم بيتكرموا وبياخدوا جوائز على يعني حاجات كبيرة عاملينها مفيدة للشعوب اللي هم عايشين معاها سواء ألمانيا أو غيره يعني. هم في الأصل شباب مصريين بيتكرموا و يعني الدولة مهتمة بيهم اهتمامات كبيرة. يمكن الدولة مخلية الشباب دول هم من أولويات الدولة. ليه؟ ناس بينفعوا الشعب وبيفيدوا الدولة. دماغهم فيها شغل وفيها حاجات بترفع من الشعوب، من مستوى الشعوب. أما عندنا في مصر لا الشبح بتتكرم. في حد ممكن يقول لي ليلى الشبح ديت برميل، لا مؤاخذة مع احترامي للناس، برميل زبالة ماشي على الأرض بتتكرم. طيب حد فيكم يقدر يقول لي ليلى الشبح بتتكرم عشان ايه؟ طب الراجل المعرض ابو قرون اللي اداها الجايزة يقدر يقول لنا هي الجايزة دي بتاعت ايه بالظبط؟ يعني ليلى الشبح ديت مثلا اخترعت جين بيعالج اورام المخ مثلا، او اخترعت مثلا مجفف غسيل مثلا، او اخترعت مثلا ببرونة بتاعت اطفال مثلا، حاجة جديدة. اخترعت ايه ليلى الشبح دي؟ لا الشبح دي اللي بتتكرم وجوه مبنى متكلف بنايته بملايين، والناس اللي جوه المبنى ده كله كده ما يسووش حق درجة سلم في المبنى. بتكرموها على ايه؟ يا ناس يا تافهة، يا ناس يا عرر زي عبد الفتاح السيسي ونظامه، وعلى رأسهم مصطفى مدبولي. بتكرموها على ايه يا ناس يا واطية؟ بعد ما بعتوا اصول الدولة وافقرتوا الشعب وجوعتوه عمالين تجيبوا لنا شخصيات. ما هي ليلى الشبح دي، ليلى الشبح دي شغالة طبعا في تجارة الأعضاء، بيتحقق معاها دلوقتي هي وفاء عامر وشوية الصيع بتوع التيك توك اللي الحكومة إيه عاوزة تلهي الناس فيهم عشان ننسى المصيبة بتاعت السيسي وحكومته ومشاركة نتنياهو في تجويع أطفال غزة وتجويع الشعب المصري. قصص كده ومتاهات. الراجل العرة ده مدخلنا فيها شبكة مش عارفين أولها من آخرها، وفي الآخر جايين تكرموا واحدة بتتاجر في الأعضاء ومسنودة من رتب في الدولة. طبعا يا رجالة محترمين، دول ما عادش حد هيشوفهم تاني علشان دول ما ينفعش يطلعوهم الشارع. ليلى الشبح ومداهم وسوزي الأردنية ووفاء عامر ومرات إبراهيم شيكا ولا الله يرحمه، وتجارة أعضاء وملاهي، فاتحين ملاهي في البلد. انتوا فاتحين لنا ملاهي، مشغل لنا المراجيح عشان نتلهي فيها، وليلى الشبح مبينة رجليها وماشية وطبعا راح تتكرم وقصص كده مش فاهم. امال احنا الاطباء فين اللي عمالين يخترعوا اختراعات بره في اوروبا وفي الدول وهم مصريين اصلا؟ ليه ما ابقيتوش على الشخصيات دي داخل البلد واستثمرتوا فيهم وساعدتوهم ودعمتوهم علشان يساعدوا اهالينا وشعبنا اللي لحس التراب معاكم؟ يا عملاء يا شوية خونة، بتزعلوا لما بتتشتموا وبتزعلوا لما بنطلع نهزقكم. ما هو ده تمامكم، هو ده تمامكم. انا قاعد هنا دلوقتي وبهزق في الحكومة وبمسح بكرامة السيسي الارض. ليه وعشان ايه؟ عشان هو ده تمامه. طب تعرف يا فتاح السيسي يا راجل يا عرة، من ساعة انت ما مسكت البلد لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي في آلاف في الشباب المصريين مفقودين في البحور، في بحر ايطاليا في لامبادوزا وفي كيوس وفي رودس اليونان، كل وبحر طبرق ليبيا.
آلاف الشباب المصريين مفقودين في البحر. كل دول سابوا لك البلد، راح فضلوا يرموا نفسهم في البحر علشان انت بتقتل الشاب قبل حياته ما تبدأ، بتقضي عليه قبل حياته ما تبدأ. زي ما انت طالع كده تقول ايه هيعمل ايه التعليم في وطن ضايع؟ يعني انت يا راجل يا واطي مش عاوز حد يطلع يتعلم، ولا عايز يبقى في ثقافة، ولا عايز اي حاجة. انت جاي بتهد الدولة، انت بنيت دولة جديدة لنفسك وللمؤسسات الأمنية بتاعتك الفاشلة بتاعتك، وعبارة عن مجموعة عصابة كل واحد عامل لنفسه بيزنس واستثمارات بره من دم الشعب ومن دم الغلابة. الشباب رمى نفسه في البحر هجرة غير شرعية وسابوا لكم البلد ومشوا. هي مصر اللي هي أغنى دولة في العالم. مصر هي أغنى دولة في العالم، والعالم كله بيعرف حجم مصر وثقل مصر وقيمة مصر. يا راجل يا واطي، يا راجل يا واطي، يا راجل يا عرة، انت جاي بتقول احنا ما عندناش ثروات واحنا فقراء قوي والكلام ده. هو في دولة فقراء وفقراء قوي وما عندناش ثروات يجي العالم كله طمعان فيها؟ الدنيا كلها طمعانة في مصر، واللي طمعان في حاجة خدها. ابن زايد المدن، طبعا الناس كلها عارفة قصة المدن اللي اتباعت بمليارات، والمواني المصرية وآبار بترول لليونان ولإسرائيل، وهو كده وخلاص. وينعل أبوك ولاد كلب، من أول السيسي، من أول عبد الفتاح السيسي، ينعل أبوك ابن كلب. أنا بلعن أبوك على الهوا، يا ابن الكلب يا واطي يا عرة يا خاين يا عميل. ده انا لو الناس مش بتتفرج عليا، ولو انت بس لوحدك اللي بتتفرج عليا، كنت هحطك في مكانك الحقيقي، بس عشان احترامي للناس بس. تعرف يا راجل يا عرة، وانا بكلمك دلوقتي في 36 شاب مصري غرقوا اول امبارح جنب السواحل الايطالية في جزيرة لامبادوزا. 36 مصري هجرة غير شرعية غرقوا اول امبارح جنب السواحل الإيطالية. جزيرة لامبادوزا 36 مصري. وأول امبارح 18 مصري، ومن أسبوعين 12 مصري، ومن شهر 500 في بحر اليونان. المركب كان محمل 700 فرد، يمكن كان على المركب ده أكتر من 150 مصري، ما طلعش منهم اللي يمكن 20 30 واحد من ال 150 مصري. المركب كان شايل 700 فرد، غرق في سواحل اليونان. طالع من ليبيا غرق في سواحل اليونان. هو كان رايح ايطاليا ما لحقش. لا حول ولا قوه الا بالله. غرق فين؟ في اليونان. 36 شاب مصري اول امبارح غرقوا في البحر جنب لمبدوزا الايطاليه. الشباب كلها عماله بترمي نفسها في البحر. 14 مليون مصري مهاجرين بره مصر. 14 مليون مهاجر مصري بره مصر. يعني احنا شبابنا انتهى. انت قضيت علينا يا عبد الفتاح السيسي. انت ده منظر رئيس جمهورية زي مصر؟ انت ده منظر رئيس جمهورية زي مصر؟ مصر بثرواتها وخيراتها، ده فيها خزائن الارض يا عرة يا واطي، فيها خزائن الارض. على فكرة، كل الامن الوطني اللي قاعد بيتفرج عليا دلوقتي ينعل ابوك واحد واحد. الامن الوطني منعول ابو التخين فيكم ابن كلب زبالة. انتوا لا امن وطني ولا لكم دعوه بالوطنيه ولا اي حاجه خالص خالص. ولا الرجوله عدت من عند دار واحد فيكم. منعول ابو التخين في الامن الوطني ابن كلب. ولو انا تحت ايديكم وبموت ومتعلق على المشنقه، هقول لكم انتوا كلكم من الكبير للصغير الامن الوطني منعول ابو التخين فيكم. هو فين الامن الوطني؟ ولا فين الدوله؟ ولا فين الحكومه؟ ولا فين؟ ولا ايه؟ انا عشان اقعد اوريك فيديوهات اقسم بالله العظيم
انت عاوز 100 سنة عشان اخلص لك البلاوي السوداء اللي عندي على التليفون ده. بكون طالع عايز احكي معاك في موضوع، يعني انا طالع من شوية عشان عايز احكي معاك في موضوع ال 36 مصري اللي غيروا اول امبارح. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يرحمهم ويصبر اهاليهم. لا هو مش يصبر اهاليهم، يعني انا عاوز ادعي على اهاليهم، بس مش عارف ادعي عليهم بايه. ان هم فرطوا في عيالهم ورموهم في البحر، فعشان كلام فاضي. اوروبا ما تستاهلش الغرق والحاجات اللي انتوا بتعملوها في عيالكم ديت. انت لما تيجي تدفع لمهرب، لما تدفع لمهرب نص مليون جنيه عشان يودي ابنك ايطاليا، النص مليون جنيه ده لو انت اديتهم لابنك او عملت له بيهم مشروع جنبك في حضنك هو وامه، وقعد جنبك بالنص مليون دوت، اشرف له واحسن له. انت يعني فاكر لما هتبعته ايطاليا يعني هو، انت كده يعني انت مش عرفك ان هو هيوصل؟ انت بتروح تدي نص مليون جنيه للمهرب يا راجل، والمهرب المهرب بيبيع ابنك لعصابة ما يعرفش عنه حاجة ولا بيشوف. انت مفكر انت لما بتدفع للمهرب فلوس المهرب هياخد ابنك من ايده؟ انت هتديله ابنك هياخده من ايده يوديه ايطاليا؟ لا. انت انت لو تعرف ابنك هيحصل له ايه في الطريق مش هتعملها. بس انت راجل طماع، انت وامه راجل طماع. بتشوف الواد بقى ايه، جاركو في الشارع، ابن خالته، ابن الحاجة سعدية ولا ابن مسيد في ايطاليا، والواد متصور صورتين عند الدومو وشاحت جاكيت عشان يتصور بيه. انت كده فاكر ايه؟ خلاص بقى. تروح ايه بقى؟ عندك بهمتين هتبيعهم، عندك اي دهب المرة لابسها هتبيعه؟ لا مؤاخذة مع احترامي ليكم، يعني هي ناس اصلا مستفزة. يعني هتبيع بهايم، هتبيع مواشي، هتبيع اي حاجة مراتك لابساها وتروح تديهم للمهرب. المهرب يروح واخد ابنك بيعه لعصابة. العصابة ديت الله اعلم بقى ابنك بيتعمل ايه في الطريق. اذا معاه اكل بيتضرب وبيتاخد منه، ده لو هو هيمشي في غابة يعني. ولو هو ماشي مع الطابور بتاعه ده في الغابة ورجله بس انحرفت كده وقع، مفيش حد بيبص عليه، كله بيمشي. اكتب كده على التليفون بتاعك كده ايه، غابات الهجرة الغير شرعية. اتفرج اتفرج يا راجل يا محترم، يا اللي بترمي ابنك في مهزلة ما يبلهاش عقل ولا دين ولا منطق ولا اي حاجة خالص. اكتب غابات الهجرة الغير الشرعية، اتفرج على الغابات واتفرج على الناس بتعمل فيها ايه، واتفرج عليهم في شواطئ اليونان بيتضربوا بسكاكين وبيترموا في النهر اتفرج على ابنك هيحصل فيه ايه. يا اللي رايح ترميه، انت بتدي راجل واحد زبالة من المهربين بتديله نص مليون جنيه، انت شحته او مستلفه او بايع بيت او غيره، وتروح تديهوله وابنك وبياخد ابنك يبيعه للعصابات. بيطلع بيتحط في مركب 500 بني ادم، مركب ما يشيلش 30 واحد، بيتحط فيه 500 بني ادم. يوصل ما يوصلش المهرب ملوش دعوة، مش مهم. وكل ده كل ده بسبب النظام البائس اللي بيدير الدولة، نظام عبد الفتاح العرة ومصطفى بلبولي واحمد مائيت وزير المالية، اللي شغلته بس ان هو يستلف فلوس من بره يسرقوها والشعب يسدد فيها من القوت اللي بياكلوه عيالهم. وهو كده وخلاص. واي واحد يقول لكم انتوا شوية كلاب والناس شغلكم غلط وحياتكم غلط تقولوا عليه اخواني او ارهابي او المهم ان هو ايه، لازم يتوجه له تهمة. مش عايزين حد يقول لكم انتوا عصابة بنت كلب زبالة وشبابنا مات في البحر وفي الغابات في الهجرة غير الشرعية. في نفس الوقت عندنا دولة بتتباع، إسرائيل لها استثمارات داخل مصر أكتر من 20%. الآبار البترول بتاعتنا مع إسرائيل وإحنا بنديهم فلوس ونشتريها تاني، يعني مدينهم غاز وفلوس. السيسي السيسي بيدعم نتنياهو. نتنياهو حربه على أطفال غزة، أنا بقولش فلسطين
ولا حماس ولا مقاومة، لا أنا بعتبرها حرب مع أطفال غزة. مين اللي بيمول بقى الحرب ضد أطفال غزة؟ عبد الفتاح السيسي، محمد بن سلمان، محمد بن زايد، ابن موزة، قطر. وانا هنا ماليش علاقة بالشعوب خالص، احنا شعب مصر، شعب السعودية، شعب الامارات، شعب قطر، اي شعب في الدنيا، احنا مفيش بينا اي خلافات. الكلام عشان محدش ياخد ايه الكلام ويحسبه فتنة، والروايات اللي هي بتحصل على الميديا اللي ملهاش اي عازة ديت. احنا كشعوب احنا كلنا من زمان لنا تاريخ مع بعض، وكلنا ايه واحد. انا بتكلم على شياطين العرب، عبد الفتاح السيسي، ابن سلمان، ابن زايد، ابن موزة، دول ممولين الآلة الحربية ضد أطفال غزة، وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي، ولسه دافع 35 مليار لنتنياهو علشان نتنياهو عايز يجيب سلاح جديد، وأهدر عنده القوات بتاعته ودباباته ودنيته طالعة منهكة مع أطفال غزة، منهكة وغارزين في غزة. فالراجل محتاج دعم. ابن سلمان دفع كتير، وابن زياد دفع كتير، وكله بيمول. طبعا الدور على مين؟ على عبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي راح قال له خد يا حبيب قلبي يا ابن خالتي يا نتنياهو 35 مليار دولار من دم المصريين الغلابة، اظبط بهم حالك ومعدتك ورواياتك وكمل يا سعادة الباشا. الناحية التانية الإعلام المصري البائس، الكلب ابن الكلب، واحد واحد، أحمد موسى ابن الكلب، ونشأة الدهي ابن الكلب. طبعا إبراهيم عيسى نط من المركب، ولميس الحديد نطت من المركب، عشان عارفين آخرتهم هتبقى إيه، لازم يخلعوا بدري. يطلع يقول لك إيه، إسرائيل وقفلنا على الحدود، إسرائيل عاوزة تاخد سينا، إسرائيل انتوا يعني انتوا دلوقتي منين اسرائيل عاوزه تضرب فينا زي ما انتوا بتروجوا وبتشتغلونا يا احمد يا موسى يا ابن الكلب يا رمه؟ ومنين رايحين تدوهم 35 مليار؟ يعني انتوا يعني، ما هو انا ما تفهمونا، ولا انتوا بتكلموا ناس من غير دماغ ولا ايه؟ انا اقدر اقول لك عبد الفتاح السيسي بني ادم براس حمار، انما احنا بني ادمين واصحاب البلد واصحاب الارض، عارفين بلدنا فيها ايه، عارفين شعبنا بيتم تجويعه وافقاره واضعافه ازاي، وعارفين كل حاجه. اذا كنت انتوا حمير ما تفكروش ان المصريين زيكم. احنا يا باشا فاهمين. انت بتقول اسرائيل هتحاربنا وعايزه تاخد سينا، واسرائيل الكبرى، اسرائيل الكبرى، اسرائيل الصغرى، انا ما يخصنيش الكلام ده ولا اشغل دماغي بيه. خلي بالك الاعلام المصري شغلته ان هو يضللك ويوهمك ان انت عايش حالة حرب، ويوهمك شغل الفتة البتنجان، ويقعد يوهم فيك ويعيشك في اجواء صراع داخلي مع نفسك، مع ظروف العيشة الصعبة اللي يومك الله أعلم بيعدي ولا ما بيعديش ولا ازاي. بيطلع بقى الإعلام المصري يروج لك إيه خزعبلات وأوهام زي المشاريع الوهمية اللي هم واهميننا بيها، وإحنا ولا شفنا مشاريع ولا شفنا حاجة، والناس جعانة والناس بتموت والناس ما بتتعالجش والناس ما بتتعلمش. السيسي جه قال لك هيعمل إيه التعليم في وطن ضايع، مش عاوز حد يتعلم. السيسي مش عاوز حد يتعلم. السيسي جه على اسقاط الدولة في رئيس جمهورية. الدولة المصرية عمرها 30,000 سنة مش 12,000 سنة. الدولة بتاعتنا دي اللي احنا عايشين فيها دي عمرها 30,000 سنة. من 30,000 سنة لحد مرسي الله يرحمه، انا لا اخواني ولا حاجة، بس ايه، المرسي راجل محترم، راجل طيب، الله يرحمه. راجل جه ماسك البلد ما راحش بنى قصور وعمل، كان قاعد في الشقه بتاعته في التجمع الخامس، لازم اقول الله يرحمه. راجل كان بيقول ايه زراعه، صناعه، ادويه، 3 حاجات. طلع السيسي قال له لا ده هو ايه وزراعه ايه وصناعه ايه، انت انقلاب يا باشا ويلا هو ده اللي انتوا عايشين معانا بيه، منقلبين.
وعصابة، ورواياتكم معانا ما بتخلصش نهائي، وايامكم باذن الله مش هتعدي. يعني اوعى تفكروا ان احنا هنحلكم. شوية اللجان بتوعك بلبل على وزيرة السعادة، على رحيمة، على كلكم ولاد كلب رمم، وكلكم شوية زبالة ماشية على الأرض. إن كان صاحب قناة الحياة مع عمر، إن كان الواد المعرض ده اللي اسمه مش عارف اسمه أحمد حسن ولا اسمه إيه دوت، اللي هو قناة بأمر الشعب، المعرض برخصة، شريف الصرفي، اللهم صل على سيدنا محمد. البت اللي اسمها وزيرة السعادة دي وزيرة السعادة دي المونيكير والبوديكير والحاجات اللي بتعملها، فلوسها يفتح له 5 بيوت من بيوت الناس اللي مش لاقيه تاكل، وتطلع تفضل ترقص وتطبل وتعرس وتترقص وتعمل شغل شارع الهرم، وهي قاعدة في العربية بتاعتها ام 200 300 ألف جنيه، وتطلع تنفخ وتعرض للحكومة والنظام البائس. في نفس الوقت عندنا شعب مش لاقي ياكل ومهدور ثرواته ومديون، وبيسدد ديون وفواتير الحكومة اللي هي بتسرقها. يعني الديون اللي الحكومة بتجيبها وبتسرقها الشعب هو اللي بيسددها، من قوت عياله، من أكله وشربه. ده إذا أصلا والله العظيم إحنا عندنا ناس في مصر أقسم بالله العظيم الرغيف العيش بالنسبة لها موضوع كبير. واهدروا ثروات واعملوا اللي انتوا عايزينه، وانا في كل فيديو بقول لك في النهايه عبد الفتاح السيسي محاكمتك هي واجب وطني، والامن الوطني كله على بعضه كده ما جابش راجل. لان انا مصري من قلب البلد ومن قلب الغلابه، وعارف انا بقول لك ايه، وحاسس بكل كلمه بقولها. وانا مصري انضف منكم واجدع منك، وانا مصري حقيقي، وانا من المؤسسين الدوله انا واهلي في الزراعه وفي غيره. ها، وتلبيخ في الطين. انا فلاح، اوعى تفكرنا فندي ولا لا، اوعى تفكرنا فندي. انا فلاح رجليا مشققه وانا بكلمك دلوقتي، وهنا برضو شقيان. اوعى تفكرني ان انا في انجلترا ولا في سويسرا ولا بتاع. لا يا حبيبي، انا هنا مفحوط. اوعى تفكر ان انا قاعد في تكييف وكلام، لا بشتغل، وابن ناس احسن منك ومن اللي جابك انت وكل واحد في الامن الوطني. انا عندي كرامه وشرف ورجوله احسن من اي واحد فيكم، لان انتوا لو فيكم عندكم واحد بس عنده كرامه ولا شرف ما يقبلش بالمهزله اللي بتحصل في الشعب. ده انتوا يا راجل ما شغالين بيع فحت وردم في الدوله، فحت وردم في الدوله وادار ثرواتها، ومجوعين الشعب معاكم. مجوعينه، يعني مجوعينه من العلاج ومن التعليم ومن الاكل ومن الشرب ومن الايجار ومن تهجير بيوت ومن اهدار ثروات وبيع اراضي ارحلوا يا عصابه، ارحلوا.